النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال المقلوبة. شايفينها طرية ازاي؟ لو عايزين تعرفوا الطريقة تابعوني في الفيديو. شايفين شكلها من جوه وطرية خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة البرتقال المقلوبة. هنحتاج اول حاجة لبرتقال انا قشرته وقطعته بالسكينة حلقات. دول برتقانتين. بعد كده هنحتاج لطاسة هنحط فيها كوباية الا ربع من السكر، وهناخدها على النار ونعمل بيها كراميل. حطيت الطاسة على البوتاجاز وولعت النار. مش هحرك خالص بالمعلقة في الطاسة إلا لما بتبتدي من الجناب، من هنا الأجزاء اللي في الجناب دي تبتدي إنها تسيح. وزي ما انتم شايفين دلوقتي اهو ابتدى يسيح من الجناب. هبتدي إن أنا أحركه بالطاسة أو ممكن بالمعلقة، وابتدي بقى أقلبه واخده من بره على جوه. انا قلبته اهو. هسيبه بقى لحد ما يبتدي لونه يتكرمل شويه، بس خلي بالنا عشان ما يتحرقش، عشان لو اتحرق هيبقى طعمه وحش. في نفس الوقت هنكون مجهزين كوبايه فيها ربع كوبايه من العصير البرتقال متصفي، ومعلقه زبده. معلقه الزبده دي اختياري، لو متوفره ماشي، لو مش متوفره مش مشكله. هنا العسل ابتدى يتكرمل معايا اهو. ايدي طبعا فيه مش بسيبه عشان ما يتحرقش، وبجيب من الجناب برضو لجوه. وبعد كده هكون جاهز معايا الكوبايه اللي قلت لكم عليها، ربع كوبايه من العصير معاها ايه، معلقه زبده. هنزل بيهم وهقلب. وبعد ما حطيت على الكراميل عصير البرتقال والزبده، نقلته على طول في الحله. معلش الخطوه دي ما صورتهاش علشان لو اتاخرت ممكن ان هو يلزق في الطاسه اللي انا كنت بعمل فيها، وده هيكون شكله. وهجيب طبق البرتقال اللي انا مقطعاه طرنشات، وهبتدي ان انا اوزعه فوق الكراميل بالشكل ده. بعد ما اخلص ابتدي ان انا اعمل الكيك. وانا وزعت هنا حلقات البرتقال، هبتدي ان انا احطها على جنب. وهجهز معايا الكيك. هجيب بولة فيها كوباية من الدقيق، هبتدي ان انا انخلها. هجيب كوباية تانية وهنحط الكوباية التانية، وهنجيب كمان نص كوباية، يبقى مجموع الدقيق 2.5 كوبايات من الدقيق. ونبتدي ننخل الدقيق. هنجيب البيكنج باودر، نحط البيكنج باودر وانخله، ونحط ذرة من الملح، وهنقلبهم كويس. ودي المقادير الجافة. هنبتدي بقى ان احنا نعمل المقادير السائلة. هجيب بولة تانية زي ما قلت لكم عشان احط فيها المقادير السائلة. هجيب بولة واحط فيها 3 بيضات، وممكن تحطوا بيضتين لو عايزين. وهبتدي ان انا اجيب الفانيليا وافتحها واحطهم على البيض، وهضربهم شوية. وهحط كوباية الا ربع من السكر. انا هقلل السكر اللي هو هخليه كوباية الا ربع، علشان احنا حاطين كراميل في قاع الصينية، فعشان ما تبقاش مسكرة قوي هنحط كوباية الا ربع. وبعد كده نبتدي ان احنا نضربه. هكون مجهزة معلقة من بشر البرتقال، هبتدي ان انا احطها بس بعد ما السكر يدوب. وبعد ما ضربته هحط بشر البرتقال زي ما قلت لكم.
وبعد كده هحط كوبايه الا ربع من الزيت عليه معلقه سمنه، يعني المجموع كله كوبايه الا ربع. لو مش عايزين السمنه مش مشكله، بس انا بحطها عشان تديها طعم حلو. وبعد كده هنضيف كوبايه من عصير البرتقال، تكون كوبايه متصفيه، ما نحطش يعني ما نضربش البرتقانيه في الخلاط وناخدها نستعملها كده. تبقى متصفيه افضل، عشان لما ما تبقاش متصفيه لو حطينا البرتقانه زي ما هي بتبوظ من قوام الكيك. ونضربه. وبعد كده هنحط المقادير السائله على المقادير الجافه ونقلب. كده قلبت الخليط كله مع بعضه كويس. وبعد كده ابتدي ان انا اصبه في الصينيه. هتكون الصينيه جاهزه معانا اهي، هنبتدي ان احنا نحطه فيها. على فكره هو التصوير مبين ان الكراميل لونه غامق، بس هو افتح من كده. خلي بالكم عشان لما تيجوا تعملوه ما يطلعش غامق معاكم. وهنهزها كده ونخبطها خبطتين على الرخامه، وبعد كده ندخلها في الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تستوي. وما نفتحش عليها الا بعد نص ساعه. ودلوقتي بعد ما استوت معانا هنقلبها على طول في طبق، نكون مجهزين طبق نقلبها فيه على طول، عشان لو سيبناها الكراميل اللي هيمسك فيها مش هنعرف نقلبها بعد كده. شكلها بعد ما قلبتها شايفينها طريه ازاي؟ بصوا طريه خالص معايا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اللي اول مره يشوف القناه يعمل لايك ويعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، واللي شاف القناه قبل كده برضو يعمل لايك لو عجبه الفيديو.